في خناقة شغل النهاردة هنتكلم على شكل من شكل الخناقات اللي بتحصل في الإيديوكيشن سيكتور. ومعانا النهاردة شيماء بكير بتتكلم من وجهة نظر حد بيشتغل في إدارة المدارس. فالحاجة اللي خلتني متحمسة إنه شيماء تحتها مدارس كتير، فهيبقى عندها وجهة نظر يمكن شمولية شوية في شكل أو نمط الخناقات اللي ممكن تحصل في الورك بليس. ممكن تعرفينا يا شيماء بنفسك؟ هاي شيماء، ازيك؟ انا اسمي شيماء بكير. انا بقالي 20 سنه تقريبا في الاديوكيشن سيكتور. اشتغلت في حاجات كتير قوي. ابتديت as a teacher actually for a couple of years, then I moved للاداره واشتغلت في departments كتير قوي. والنهارده انا في شركه اداره مدارس، تحتينا 6 مدارس and we're still growing. فديفنتلي عديت بقصص وحاجات كتير يعني اقدر اقول لك عليها. يعني عندي بيرسبشن كده، يعني انا اشتغلت برضه في كذا دومين، اشتغلت في كوربريت كذا سنه واشتغلت في ايديوكيشن، دي يمكن اكتر حته انا ارتحت فيها كورك انفايرمنت. فعندي بايس كده او بيرسبشن، انا ما اعرفش هو صح ولا لا. بس من الناس اللي هقول لو انا هستيريوتايب هقول ان بيئة عمل المدارس الخناقات فيها، وطبعا خناقات يعني as disagreements او الحركات اللي بتحصل في الشغل اقل حدة من وجهة نظري than الكوربريتس. فانا مش عارفة بقى ده موافقة مع ده ولا لا. بصي، يعني يمكن انا حياتي كلها قضيتها في الاديوكيشن، بس ديفينتلي من اللي بسمعه واللي بشوفه من الناس اللي حواليا اي فيل انت عندك حق في الحته دي. بس اعتقد ده بيرجع ان المدارس از ا سيرفيس سيكتور، و انت الناس اللي بتشتغل في المدارس ار ديفرنت علشان احنا بنقدم سيرفيس، والسيرفيس دي فيها اطفال. الورك انفايرمنت والمكان والناس اللي رايحه تشتغل you're not going from a corporate point of view. usually اصلا اللي بيشتغل هناك لازم يبقى بيحب الاطفال وعنده تفهم وامباثي ويعرف يتعامل مع الناس. فهي يعني it's a different service. فmaybe that's why corporate is more aggressive as a work environment. ده فعلا اللي اخدت بالي منه. يعني كنت دايما بحس انه الخناقات بتاعتنا بتبقى جايه من شده، او مش هضحك عليكي ساعات برضو بيئه العمل اللي فيها ستات كتير ممكن يبقى حبه مثلا جوسبينج بتاعنا، احنا بنحب نتكلم او كده. بس برضو it depends on the work environment طبعا، الناس اللي بتشتغل عامله ازاي. بس اللي قصدي اقوله ان شكل الخناقات مش اني بتخانق على تايتل، مش اني بتخانق ان انا عايزه اخد البوزيشن ده او حاجه. بتبقى خناقاتنا لينكد بالاطفال بطريقه كلام فلانه، بالضغوط اللي حصلت بالحته دي. فلما باجي اقارنها بالخناقات بتاعه ان حد عمل فيا فصل علشان يبان انه احسن، ستيل بتحصل، بس مش عشان في تايتل او انا I'm stepping on your طيب. فده ياخدني لسؤال تاني. انتي بقالك كتير في الإيديوكيشن وتحتك شايفه كده كذا مدرسه. احنا عايزين بس نسات ذا تون ان احنا بنتكلم على الانترناشونال سكولز، لان طبعا كل مدارس بتختلف في البيئه بتاعتها. يعني هل بيئه العمل في المدارس is getting more complicated على مر السنين because I am arguing انه parents are becoming more picky, parents are becoming more needy, aggressive. بقى في حته انا سايب عندكم الولاد. انا اسفه جدا، يعني انا مشيت من الاديوكيشن فانا هقول كده، انا راميلكم الولاد، انتوا ربوا الولاد واعملوا اللي عليكم. فبقى في حته انا دافع فلوس كتير قوي because I want service عاليه جدا، و at the end of the day they're kids. يعني معلش انا لو بصيت كده هيبقى ده عضه او قرر يحط اصبعه في عينيه لو هو مش متربي في البيت. فمهما حصل انا مش هقدر اكنترول الاكشنز اللي بتحصل في السبليت سكندز. طبعا. فالسؤال بقى هل فعلا it's getting more complicated؟ yes it is getting more complicated. بس مش بس للسبب ده. يعني انا I feel ان هم parents are getting مش عشان يعني صحابي رايحين والناس بتقول ان المدرسه حلوه I have to do my homework. ان انت داخل تشتري سيرفيس فانت محتاج تعرف هي على مقاسك ولا لا. المدرسه دي بيت ابنك التاني، his second home. للاسف في ناس، طبعا مش كل الناس، بس في ناس واخده موضوع حرب. it's not a war. انت النهارده لازم ابنك يروح
يرجع هو مرتاح، انت مرتاح، تقدر يعني يبقى عندك تايم فور يور كيدز. اللي بنمشي ورا الناس، المدرسه دي هايله خطيره، اصل مش عارفه بيعملوا ايه والتعليم فيها قوي. اوكي، اند هل ده معناه ان دي احسن حاجه لابنك؟ لا. النهارده نمبر 1 انت لازم تقرا وتبقى عارف، مش اي حد يقول لك اي حاجه تمشي وراه، تبقى عارف الكريكولم ده بيقدم ايه والكريكولم ده بيقدم ايه وده بيقدم ايه. الحرب بتاعه comparing schools to each other، ان اصل المدرسه دي بيدوا فيها الحته دي، انتوا ما اديتوش ليه؟ اهو لازم نفهم ان الكريكولم اصلا بيبقى سبريد على السنه، ففي مدرسه هتبتدي في الاول بالجزء ده والمدرسه الثانيه هتاخده في اخر السنه. فدي قصص كتير قوي. الحاجه الثانيه، بعد ما ابنك دخل مدرسه وانت حاسس انك مرتاح كبيرنت، لازم تشوف ابنك هيرتاح في الكريكولم ده ولا لا. وهنا تيجي البريفليج بتاع ان انت عندك ديفرنت كريكولمز في مصر. فكل طفل وكل طالب عنده his own way of learning. انا واحده مثلا فيجوال، في حد تاني بيبقى عكسي، بس ده مش معناه ان انا فاشله او ده فاشل. الجريدز اتس نوت الحرب بتاعت الجريدز، اتس نوت اباوت جريدز اني مور. احنا يا جماعه وصلنا يعني زي ما بيقولوا في القرن الكام، ما ينفعش مش كل حاجه. لا، النهارده هرجع واقول لك ان انت ممكن عندك 2 بيخشوا جابوا 99% ودخلوا طب وطلعوا دكاتره، واحد بيطلع دكتور كويس وواحد بيطلع دكتور مش كويس. ليه؟ علشان الكويس ده اللي حابب فعلا الشغلانه، كان حابب فعلا المذاكره، and he keeps improving himself. ده اللي احنا بنحاول نخلقه دلوقتي، دي اللي المدارس الانترناشونال، ده اللي الناس لازم تفهمه، ان احنا بنحاول نخلق بني ادم عارف هو عايز ايه، عارف هيكسل في ايه، هيطلع شاطر في ايه، مش مجرد ان هو انا خدت الجريدز وجبت ودخلت طب، دخلت هندسه. بصي حواليكي شوفي كم من الناس اللي بتشتغل مش بشهادتها اصلا. فده هياخدنا لانه هو البيرنتس محتاجين اصلا يعرفوا هم عايزين ايه. وبعد ما يعرف عايز ايه، I'm sorry to interrupt you، يشوف ابنه فعلا هيقدر يكمل في ده ولا لا. يعني انا النهارده بيرنت شايف ان الكريكولم ده اللي هو مثلا بيت ريجيد، ده كريكولم كويس وقوي والكلام ده كله، ده مش معناه ان هو يمشي مع ابنك، لان ابنك مش زيك. اوكي يعني فاهماني؟ ودايما نبص لنفسنا، انت النهارده وانت صغير هل انت كنت فعلا شاطر في كل حاجه وعارف نو. فهي انت لازم هنا الوور بقى تيجي فين؟ ان احنا بندخل المدرسه وتمام خلاص وهي دي مش عاجباني، طب انا عايزه بقى الضغوطات تحصل عشان مش عارفين. لا، ورينا احنا بنخش في مبدا بقى ان ايه، انتوا بتدرسوا غلط. يعني with all due respect، بس يعني النهارده اوكي حقك ان انت you don't like the way مثلا الابروتش بتاع المدرسه دي in particular. احنا تحتينا مدارس different curriculums، يعني احنا تحتينا 4 curriculum so far we'll keep يعني we'll keep expanding. هل ده معناه ان ده احسن وده اوحش؟ no، it's just different curriculums that caters for different needs different students. ما بين اللي بيبقى عايز حاجه لغات زي الماني وفرنش، ما بين اللي بيبقى عايز حاجه ريجيد قوي وناشفه على الاولاد، وفي اللي عايز لا حاجه عاديه. الفكره بقى خناقه البيرنتس دايما بتبقى ان هو لا انا عايز اقعد بس عايز اغير المكان على مزاجي. ما ينفعش. في كريكولم، في ناس حاطه الكريكولم ده. يعني خلينا عشان ما ندخلش تكنيكال قوي، خلينا نقول ان عدم معرفه البيرنت بالحاجه اللي هم عايزينها وعدم معرفه البيرنت بولادهم الكابابيلتيز بتاعتهم ايه بتخليهم يضغطوا على التيم وعلى الولاد وعلى اولادهم طبعا، وعلى الولاد ده اكيد في البيت بقى دول فده بيخلق الخناقات اللي احنا بنقول عليها. فنرجع ستاب باك للسؤال بتاع هل الدنيا is getting more complicated؟ فانتي بتقولي انه what is making things complicated انه يا جماعه انتوا مش عارفين what you're signing up for. Exactly. وكأن you're taking it as a war. Don't take it as a war. يعني كبيرنت انت النهارده تاني it's your child second home. ما ينفعش تحطه في war zone. يعني خدها كده قاعده، هتختار المدرسه هتحبها كمل فيها تمام، تبقى واثق فيها. لكن عن في ايشوز طبعا، بصي في ايشوز كتير بتحصل، احنا بنتكلم بس على حته معينه او يعني جزء واحد معين. الجزء ده اللي هو اليوجوالي بيبقى فعلا وور، لان other things could happen بتبقى incident حصلت، مدرس مثلا ما كان في مشكله، الولد عمل مشكله، دي كلها بالنسبه لي incidents. الوور اللي بجد هي ان انا دخلت ولا بقى انا مش عاجبني وغيره. This is ما ينفعش. فده بيرفلكت على
التيتشر بيفركت على الستودنت، بيفركت على كل حاجه. اوكي. ف this is the biggest war يعني بالنسبه لي من parent versus مدرسه. Okay, فاحنا to wrap up this part, yes, it's getting more complicated in the education sector, where parents are becoming more نحطها ايه picky او getting more في details مش متماشيه مع البرودكت او السيرفيس اللي هم عايزينها. بالظبط. فده خالق ان انا كاني باجي اتخانق على حاجه وانا مش عارف الحاجه دي قادره اتقبل منها ايه وكومبرومايز في ايه. فالدنيا بتضرب. بالظبط. ده يا شيماء ياخدني لحاجه تانية، وهو انه الفيلد بتاعي ان بزنس سايكولوجي. احنا دايما بنقعد نبص على النيو ترندز، مش النيو ترندز از زي السوشيال ميديا، نيو ترندز از في جاب حاصله سببها ايه ونحلها ازاي. فانا كنت فاكره انه الاديوكيشن سيستم عنده جاب عندنا في مصر، انه الانترناشونال سكول بسبب العمله وبسبب I can't attract expats كويسين ويقعدوا. فكنت فاكره ان عندنا فجوه. لما جيت بصيت في الانترناشونال بقى لاندسكيب بتاع الاديوكيشن، لقيت انه world wide the education system is suffering في ايه بقى؟ انه الجنريشن الجديده مش عايزين يشتغلوا مدرسين. انه world wide، خليني اقرا لك حتى الحاجات اللي طلعتها، ان global challenges in education مخليه انه اللو سالاريز لسه زي ما هي. يعني كان زمان السالري العاليه بتاعه ناس معينه، معروف ان المدرسين هياخد 2 جنيه ونص وهياخد حب من العيال، تمام. ده مش مأكل عيش دلوقتي، لان الجنريشن اللي طالعه عندها امبيشن. في الجلوبال تشالنجز في اللو سالاريز، الورك لود على الجنريشن الجديده عالي جدا. احنا كان زمان بالنسبه لنا هي شهرين صيف، دلوقتي بالنسبه لهم انا I work from home, I work hybrid. فان انا ابقى مسؤول اني اصحى كل يوم الصبح I don't want this job. ف this is another challenge. طبعا قلنا انه عايزين innovation work environment، عايزين career growth. عندي مشكلة تانية في retaining التيتشر world wide due to كمان المايكرو مانجمنت. الجنريشنز الصغيرة مش قادرة مايكرو مانجمنت and with kids I need micro management. أنا لازم يبقى عندي supervision عالية. وآخر حاجة ال AI enhancements، إنه ال education system محتاج تكنولوجيا عالية، فشكل التيتشرز هنا هيختلف. كل التشالنجز دي مخلية ال education sector is suffering worldwide. في بلاد عملوا ايه بقى؟ عندك بلد زي الامارات والصين علوا المرتبات، خلوها very competitive. بدأوا يفتحوا مدارس، بالذات الصين بدأت تفتح في بلاد كتير. يوروب كلها is going towards الدايركشن انها تخلي مرتبات المدرسين مرتبات عالية. فاللي عايزة اقوله انه already احنا الكفاءات اللي بنحاول نجيبها they are the top notch because everyone is suffering now and it will keep suffering. فانا عندي هنا جاب كبيره قوي that I need to address. هل من وجهة نظرك، انا عارفه ان دي يعني حاجه world wide، بس can we think of something ممكن يحل الجاب دي كحد بيتعامل في الاداره؟ انا عارفه ان هي سؤال صعب قوي. بصي، هو سؤال صعب شويه عشان هو فيه فاكتورز كتيره. definitely السالاريز زي ما انت قلتي هي وورلد وايد. يعني حتى انت النهارده الاجنبي بيجي لك ليه من بلده؟ ليه بيجي لك هنا؟ على فكره هو suffering in his own country برضه. فهو بالنسبه له بيبقى شايف اوبشن جديد ان هو هنا طبعا يعني adventure and everything، بس بياخد privileges اعلى. فبيجي لك. فحته السالاريز دي للاسف هي جايه من ان الناس دايما شايفه ان الاديوكيشن اتس ا سيرفيس، وهي حاجه يعني اللي هو لازم الولاد تتعلم، فما ينفعش تبقى غاليه. فهي دي بقى المشكله الازليه طبعا، ان ما ينفعش التعليم يبقى غالي وما ينفعش كذا كذا كذا. طبعا بكلمك مش الانترناشونال عموما، التعليم عموما. فبالتالي المرتبات ضعيفه، بس في نفس الوقت very high expectations من التيتشرز. ده اللي انا عايزه اقوله بقى. فدي حاجه يعني صعب ان انت تحليها، لان هي لازم تبتدي من البلاد. لان مشكلتك في السالاريز والكلام ده بيبقى اللي هي المدارس اللي هي الحكوميه، عشان دول ماشيين
يعني ببادجت معينه اند سو فورث. هنبتدي نقول ان احنا في مصر ابتدى يبقى عندنا مدارس اعلى، مدارس انترناشونال اكتر، فبيبقى طبعا المرتبات فيها احسن شويه. والمدارس عندك على فكره سلايسز كتير قوي، يعني من اول مبالغ وانترناشونال تلاقي فيه جاب كبيره قوي. تعتمد بقى على حاجات Service بقى. السيرفيس اللي بيقدموه، نوع المدرسين. طبعا لما يكون في اكسبات تيتشرز بيبقى اعلى بكتير. بس كل ده بيجي من هنا. النقطه الثانيه اللي فعلا اللي يمكن دي بقى تو ذا بيرنتس، ان التيتشرز يا جماعه بجد بيتعبوا. يعني مش مكن هم بيتعاملوا معاهم كانهم مكن بسنسورز. exactly. اللي هو في سنسور AI شغال detecting a kid will do something بالزبط. I will go and stop. we're human exactly. والحاجه الثانيه انت حط نفسك مكان التيتشر ده. زي ما انت قلتي انا بنزل من بيتي 6 الصبح مثلا كتيتشر، طبعا لازم تكون في المدرسه 7:30، بتقعد من الساعه 7:30 او 8 لحد الساعه 3 مع 20 طالب. مش هقول لك حتى يعني even 20. انت تقدري تعملي كده كل يوم مع ابنك واصحابه. ايوه مش هقول لك بقى كمان ما انا بدفع فلوس وما بجيبهولك يا شيماء بقى، ما تتعبيناش بقى ما تتعبيناش بقى. فلازم يعني دي ده الضغط بقى على التيتشرز اكتر من زمان. بصي انا عندي كده يعني انا حاجه فكرت فيها زمان واحنا بنتعلم، كانوا اهالينا لو تفتكري كان بيحصل مشكله في المدرسه، لا كانوا بيتعاملوا مع الموضوع ويكلموكي انت عملتي ايه غلط. يعني انا ما افتكرش ان مامتي مثلا راحت المدرسه علشان تتخانق ان لا انتوا اللي غلطانين. ده رب جوانا احنا جيلنا غضب. انا مش عايزه ابقى زي ماما، انا هقف في ظهر ابني بالظبط. فاخد بقى ابني اكستريم اكزاكتلي. فاهمه؟ شكرا. هو هي كده، هي احنا اهالينا كانوا اكستريم، احنا خدنا الاكستريم العكس. المدرس هو اللي ما بيفهمش والمدرسه وحشه على طول غلطان، وابني على طول طبعا تاني مش بنعمل. هوقفك يا جماعه انا عشان يعني انا شخص بتعب، كلنا بنروح اكستريمز. يعني دي حاجه عاديه، سواء كنا اهدر حقنا كفيمينست ودلوقتي لابسين في الحيطه زي ما انتم شايفين وبنعمل برامج وبتاع، سواء احنا كنا لابسين في الحيطه انه اهالينا ما وقفوش في ظهرنا، دلوقتي احنا لابسين في الحيطه لانه العيال انا اسفه جدا بس بيهزقوا المدرسين واحنا مش بنقف في ظهر المدرسين. فالكلمه اللي انت قلتيها دي احنا عايزين توعيه ان الولاد باظوا علشان I went to the other extreme. Exactly. عايزين البالانس. ما هو بقى I'm hoping ان ولادنا بقى هم اللي يبقوا بالانس. مش عارفه والله ايه اللي هيحصل، مش عارفين هيحصل ايه. بس اكشلي ده انا في وجهه نظري ده اكبر بريشر على الاديوكيتورز. ولو احنا بنقول ان بقى في مشكله ومحدش عايز يشتغل اديوكيتور I can't blame them بصراحه. يعني النهارده تعالي شوفي، لان برضو اللي احنا لازم نفهمه ان الاديوكيشن it's not just a job. لازم يكون عندك الباشن ولازم يكون عندك التالنت. فهي مش فكره ان هو انا مش بدرس حاجه وبروح اعملها، زي حاجات كتير زي ما قلت لك مثلا مثال الدكتور، زي لو مثلا حد بيعمل انتيريور ديزاين لازم يكون في باشن. لكن فالنهارده ان انت تلاقي الشخص ده وعنده الباشن وحابب الموضوع وبيحب الاطفال وعنده طولة بال وي والكلام ده كله وعنده تالنت توصيل المعلومه، كلنا متفقين مش كل الناس عندها التالنت ده صح. وبعدين في الاخر بقى يبقى كمان المرتبات قليله وعليه ضغط طول النهار، وطول النهار انت اللي غلطان، انت ما بعتش، انت ما عملتش، انت اجين. انا لو مكان التيتشر ده انا قاعده طول اليوم، لو بتكلم على هوم روم تيتشر مثلا ايفن لو يعني عايزه اقول لك انا اشتغلت تيتشر كنت ماث، فكنت بقابل يعني كنت بخش كذا جريد. لا انا جات لي فتره كنت اللي هو يعني الجريدز عارفه اللي هو كل جريد منهم بيعمل لي بطريقه، فانا لازم اقلب. جريد 2 دول كانوا بيعاملوني ان انا الباربي بتاعتهم عارفه لو يلعبوا معايا بقى عروسه. جريد 3 هايبر. بفكركم انه program is still starting، السبورت بتاعكم will mean a lot to the program ان هو يكمل، فبليز subscribe and like the episode علشان نعرف نكمل خناقات. بصي بيجروا حوالين الكلاس. جريد 4 دخلنا بقى عارفه اللي هو هدينا ده على ده من 20 سنه الكلام ده. لا اللي هو بقى والبنات تكلم بعض، فانت بتخشي بتفرمطي مخك. انت فاهمه يعني ايه؟ بخلاف بقى الكريكولم. انا في الماث كريكولم بالذات لانه الماث متركب فوق بعضه، فانت 2 دول بيقفوا عند حته، 3 بيكملوا، 4 بيكملوا، فانت مخك بقى المفروض يقعد يظبط كل ده. فانت داخله دلوقتي مثلا الجريد 3 ده
لا هم دول دول اللي هم الليفل اللي بعده، فانا المفروض اعمل معاهم 1 2 3 بلس ان انا لازم اتعامل معاهم هم هايبر. ما ينفعش اكبتهم، ما ينفعش. أوكي. يعني فده اللي الناس لازم تبقى فاهماه، ان الولاد كل طفل كمان انا لازم ببقى فاهمه كل طفل عايز ايه. ده محتاج يتحرك، ده محتاج فكأنك يتكلم. بتقولي انه I need the parents يبقوا متفهمين take it easy. التيتشر on a human level exactly. بتحس بايه، بالظبط. فالتعامل يتظبط مع التيتشر. بالظبط. وهنا عايزه اقول حاجه برضو، ان احنا بارت من الجوب بتاعت البيرنتس is to know طبعا their kids and know the caregiver. ما هو Yeah. الكير جيفر ده لما هتعرفي التيتشر مميزاتها ايه وعيوبها ايه، لان احنا كلنا عيوب وكلنا بنأثر في حاجات في الشغل وبنبقى عندنا بوتنشال في شغل. فلو انا عارفه البوتنشال بتاع التيتشر ده ايه، وايه التكات اللي مش عاجباني في لان ده بيحصل، فات ليست نوينج ذس هبقى انا عارفه انقي الخناقه بتاعتي مع التيتشر عامله ازاي. ونرجع تاني للبوينت اللي انت بتقوليها يا شيماء، لو انا على معرفه ودرايه بالسيرفيس بالبرودكت والهيومن ريكوايرمنت للشخص، انا هبقى عارفه امتى اغضب وامتى مانج وامتى اشد وامتى ارخي وامتى الكلام ده كله. طيب ندخل بقى في اخر سيكتور، وهي سيكتور خناقه الشغل. اوكي، الشكل بقى الضغوطات بقى الخارجيه لانه خلينا متفقين لو هم سابونا مع العيال في البيئه بتاعتنا الورديه جميله. ايوه. هيبقى التعاملات على القد يعني. فايه الخناقات اللي من وجهة نظرك اللي بتشوفيها منوره معاكي that you want to highlight في خناقات الشغل؟ بصي، دايما اللي بشوفه بيعمل خناقات هي فكره ان كل طرف شايف التاني ما بيشتغلش enough، او يعني هو بيعمل ايه. يعني let's say مثلا ممكن ناخدها very generic example which is لان انا اشتغلت الاثنين، فانا مريت بالاثنين. ان النهارده مثلا التيتشر او الاديوكيتور شايف ان الاداره ماشي عندنا اداره، بس هم لا، هم اكيد مش تعبانين زيي. هو عنده حق، هو طبعا مع الطلبه يعني اتس تو ماتش. وانا زمان كنت فاكره كده، كنت فاكره ان احنا المدرسين بقى واحنا اللي طالعين عنا والاداره الناس اللي فوق دول مش حاسه قاعدين في المكتب. قاعدين في المكتب. كان دايما صاحبتي تقول لي يا لولي وانت عايزه انت لابتوب. بالظبط، تعملي انت لابتوب. بالظبط اكزاكتلي. لما نقلت للاداره واشتغلت في حاجات كتير، لا لقيت على فكره الاداره برضو بيتعبوا كتير. في يعني هتلاقي مثلا ان التيتشر انت عندك ضغط، بس ليتس سي مثلا بتيجي بقى الاجازه او اجازه السمر او الكريسماس بريك او كده، اتس يور بريك، تعمل شت داون. طبعا في ناس مش هعمم لان في تيتشرز بيبقوا برضه بيحضروا وبيعملوا. الاداره العكس، الاداره بقى بتلاقيهم هم حتى لما بياخدوا اجازه هم شغالين و24 ساعه وتليفونات بالليل وبيحضروا حاجات احنا كمان كنا بنغير من التيتشرز وبنقعد نقول ما هم واخدين بقى شهرين بريك واحنا هننزل زي الكلاب كمان 3 اسابيع كده. فده كده يعني فيري جينيريك فيو، بس دي من الحاجات اللي بتحصل. خدي بقى قيسي على ده. انا دايما بشوف معظم المشاكل بتيجي من هنا. يعني بيبقى في طرف شايف التاني او مش فاهم هو شغلته ايه. فانت دايما بقول لهم انت مش في مكانه. يعني انا مثلا ساعات انا طبعا تحتيه تيم كبير قوي، لان في كل مدرسه في جواها تيم. فاكشي عندنا مثلا ممكن يحصل يقولوا لي مثلا احنا طلبنا من فلان كذا ما عملهاش لحد دلوقتي. انا عشان انا اللي عندي زي ما بيقولوا البيرد اي فيو، انا شايفه، انا عارفه هو ده بيعمل ايه ووراه ايه. انت من وجهه نظرك او انت من وجهه نظرك شايف انك طلبت منه طلب ما عملوش، فبيبتدي بقى يبقى لا متضايقين. حتى لو ما وصلتش الخناقه بس هم متضايقين او متضايق او شايف ان فلان ده ما بيعملش او فلانه دي ما خلصتش. فالميس كونسبشن ده دايما بيجي من الحته دي، ان انت مش عارف التاني بيعمل ايه. انت من وجهه نظرك انت طلبت منه طلب، هو من الناحيه الثانيه على فكره وراه حاجات ثانيه كتير مش لازم يقول لك عليها وانت مش المفروض انك تعرفها. فدايما بحس هي دي المشكله، ان او دي اللي بتسبب يعني بعيدا عن اي بقى مشاكل نفسيه وكده. ده الاساس اللي بيخلق اي مشكله ما بين الناس. صح. بعدها بقى صح. بيجي ان احنا we're different. كل واحد دايما بيبقى مستني اللي قدامه يعامله بطريقته او يتكلم باسلوبه او بطريقته.
لازم نبقى متفاهمين ان انا ليا طريقه وانت ليكي طريقه. انا مثلا واحده من الناس اللي دايما يقولوا لي ان انا هاديه وبارده، بس طبعا ليا طلعاتي. في حد تاني مثلا صاحبتي جدا لا حاميه. بس ده مش معناه ان واحد فينا وحش، بالعكس انا دايما بقول لهم احنا بنكمل بعض. انا ساعات لما باجي كده اعطل اللي هو ايه، لا هسيبها هي نفس الكلام، تيجي كده بتحس الموضوع لا طب شيماء اتدخلي انت. الحته دي بتفرق مع الناس، مش كل الناس بنتقبل منها كل حاجه. يعني عايزه ادي كده اكزامبل على الحته اللي انت قلتيها، انه ما بنبقاش حاسين بالشغلانات بتاعت بعض، لان في حاجات صغيره قوي الناس مش متخيله قد ايه بتفرق. مثلا لو انا هتكلم في الاديوكيشن سيكتور، انا كنت بشتغل في الاوفيس بتاع التقديم، فاحنا بنرفض ناس كتير، وطبعا اقصى حاجه ممكن تعمليها انك تكلمي بيرنت وقولي له احنا مش هناخد ولادك. فلكي ان تتخيلي كميه التهزيق اللي كنت باخدها كل يوم طبعا. كميه انا هقدم فيكم بلاغات، كميه انا ايم ويل كونكتد، انا هعمل فيكم هسوي فيكم. فاحنا بنبقى اولاد ناس في الاخر. على فكره انا جايه قاعده في المكتب ما بعملش حاجه، يعني اللي هو ببقى عايزه اقول لهم انا بنت ناس على فكره. ومره حصلت انت ما تعرفيش انا مين، انا هعمل كذا، قلت لها لا وانا على فكره كمان انا بنت ناس، وما انا يعني ما اقبلش ان حد يكلمني كده. وفاكره انه يعني من التوب مانجرز اللي كانوا في المكان كانت في ظهري. بس اللي عايزه اقوله بقى هنا ان الضغط اللي بتعرض له كنت في اني اتضغط، خصوصا ان كنت انا معروفه بالشخص اللي بيحل المشاكل. فاي بيرنت غضبان قوي او اي بيرنت مش عارفين يتعاملوا معاه، هنطلع له مين الحقنه دي، هنطلع له شيماء، لاني قادره اتفهم البين. بس الجيرني بقى بتاعتي وانا قادره اهديه واسمع واروح، مش قادره اقول لك الضغط اللي ببقى. فانا دي حاجه من الحاجات اللي الناس مش هتبقى متخيلاها. احنا ممكن نقعد عشان نفضي البطاريه اللي اتشحنت دي. I take like 15 minutes انا مهزوزه مش عارفه، لانه I tucked all of this in. فممكن يكون باين ان الشخص ده نص اليوم ما اشتغلش، بس هو مش متخيل ان النص اليوم ده هو اتعجن فيهم عجنه on an emotional level رهيبه. ممكن الشخص التاني يبقى قاعد بيشتغل اليوم كله على الكمبيوتر، بس هو المومنتم بتاع مخه شغال. فالفكره انه لو انا عارفه الفانكشن بتاعت الديبارتمنت وعارفه الفانكشن بتاعت الشخص ده، هقدر شويه اني ما بقاش قادره اقول ما هو ما بيعملش ما هو ما بيسويش، والتسخين بقى اللي بيحصل ده بالظبط. يعني بصي هي تاني دايما اللي بقوله لاي حد، كل واحد فينا مضغوط، كل واحد وراه مليون حاجه، وكل واحد عايز حاجته تخلص دلوقتي. اوكي، بس لازم تحط نفسك مكانه، لان انت شخصيا لما بتتعرض لنفس الضغط ده بتبقى متضايق. لما بيجي حد تاني يقول لك وانت وما عملتش، فانت يعني اول حاجه بتقولها ما انا بعمل كذا وكذا وكذا، جواك متضايق. فهي دي بقى الفكره، ان كل واحد بيبقى ما بيحسش باللي قدامه، فبتفضل بقى السايكل ماشيه بالطريقه دي. حته الكومباريزن ان لا ونعمل ونعملش ليه انتوا ما بتعملوش، واكتر حاجه انك الناس بقى اللي بتتدخل في الشغل. يعني يجي حد كده، ما انت اكيد مريتي بالحاجات دي كتير، حد من ديبارتمنت تاني خالص او يعني من تيجي تقول لك على فكره انتوا المفروض تعملوا كذا. اوكي، بس هي ما بتتقالش بقى اللي هو ايه. في ناس بتيجي اللي هو تقول لك انا شفت حاجه لذيذه قوي، ايه رايكم يا جماعه نجربها لو عجبتكم. مش بعلي عليكي، في فرق كبير، او بوريكي شغلانتك مش بتعمليها صح ازاي. ودي كوميونيكيشن برضو الطريقه اللي هتتقال. طبعا. طب يا شيماء اون ذس ليفل بقى، تفتكري انت عشان نوفركم بقى اللي هي الخناقه اللي بتحصل، لان دي فيها جادجمنت وستيريوتايبنج كتير وكده، هل انت بتعمليها on a level of هتتكلمي معاهم انت مش عارف شغلك شغل فلان كذا كذا كذا، ولا المفروض الموضوع يتاخد on a deeper level في انه يبقى فيه بقى trainings بتفهم البني ادمين اختلافاتهم واختلاف الفانكشنز علشان يبقوا على درايه بالموضوع ده؟ يعني قصدي الموضوع يتاخد do you think it's on a leadership level ان كل مدير يلم صبيان ويفهمهم، ولا it should be تبقى في ثقافه الشركه انه بندي trainings وبنفهم الناس هم ايه؟ يعني
بصي انا نعملها ازاي؟ بصي هم كذا حاجه يعني. ديفينتلي نمبر 1 اول ما بيجي لي حد متضايق من التيم مثلا بتاعي، جاي متضايق من شخص تاني، نمبر 1 اللي انا بعمله ان انا لازم اريحه، افهمه ان معلش الشخص التاني ده هو مضغوط برضو في حاجه، واخلص له اللي هو عايزه. اوكي. يعني لازم اقفل السايكل اللي هو طب خلاص ماشي سيبي لي الموضوع مثلا، وانت ايه اللي انت محتاجاه متاخره فيه، اوكي انا هخلصه. وات ذا سيم تايم بحاول افهم، انا عارفه وفاهمه ان انت مثلا انت النهارده شيماء جايه انا عندي عايزه اخلص، انا عارفه انت عندك حق، انت مضغوطه وعايزه تخلصي الحاجه دي دلوقتي، حاضر، بس معلش ما تزعليش من فلان او فلانه، هم برضو مضغوطين، بس خليني انا هظبط معاهم، هقول لهم مثلا يحطوا حاجتك برايورتي عشان نخلصها، عشان انت فعلا ايه مضغوطه. أوكي. وفعلا اعمل كده واقفل السايكل. فده نمبر 1 علشان لو سبتي الموضوع الناس هتمسك في بعض. اوكي، فهنا هقول انت المانجر اللي بيباك اب التيم بتاعه التيم لما طبعاً. بيبقى فيه بج. ديفينتلي لازم حلو. لازم يبقى عارف ازاي يوجه الناس وما يعملش بينهم مشاكل اكتر. فده نمبر 1. اوكي. نمبر 2 زي ما انت بتقولي هو مش تريننج، هو ممكن يبقى لايك ورك شوب اور ان انت جيت ذا تيم توجذر في انفايرمنت بره الشغل. عارفه الورك شوبس دي اللي هي زي تيم بيلدينجز بقى تيم او تيم بيلدينج، بوندنج ايوه والحاجات دي. بالظبط الحاجات دي. انا بشوف الحاجات دي بتفرق، لان طول ما هم قاعدين في مكاتبهم بعيد عن بعض هيفضلوا دايما في كده فاهمه يعني من اللي هو خلاص كل واحد قاعد في مكتبه. لا دايما قربي الناس من بعض، دايما اللي هو لا تعالوا نعمل حاجه مع بعض. حتى لو اللي هو التيم يخرج يعمل حاجه، حتى لو في المكان في الشركه، طب تعالوا نعمل حاجه مع بعضينا. اوكي. اي يوجوالي تراي ان هم حتى يشتغلوا مع بعض شويه، يعملوا مثلا. احنا دايما بنتكلم ان احنا في حاجات كده معينه عندنا دي بتبقى المدرسه كلها بتشتغل فيها. اوكي. مثلا ايفنت كبير او حاجه كبيره كلنا مع بعض، لان هي حاجه للمكان مش لشخص معين. فدي نمبر 2. انا بحس دايما ان انت تعملي تيم بيلدينج ورك شوب او حاجه كده، دي بتفرق جدا معاهم. فاللي انت بتقوليه ده مخلي انه عشان التيمز تحس ببعض وتحس بالفانكشن بتاعتهم، دي مسؤوليه الليدرشيب طبعا. واخر حاجه نمبر 3 انا اي بليف ان ذس قوي، ان لازم يبقى دايما في ميتنج للديبارتمنتس مع بعض. يعني الليدر النهارده دايما في ميتنج بنقعد مع بعض، على فكره حتى لو مش هنقول حاجه مهمه، ده بيخلي الناس كلها شايفه كل واحد بيعمل ايه. عارفه اللي هو الراب اب ميتنج، او اللي هو ايه الاخبار، طب احكوا لي، طب انت يا شيماء في الديبارتمنت بتاعك ايه الدنيا، الدنيا ماشيه كويس. فهي الناس بتحب يعني الميتنجز دي، ولا بيقعدوا بقى لا كبر دماغك؟ لا بصي ديفينتلي يعني معظم الوقت هتطلعي بالميتنج. الناس بقت صعبه برضه. اللي هو احنا كنا قاعدين ليه في الميتنج وضيعنا وقتنا، وكان عندي حاجه تانية اعملها، عشان مش بيبقوا شايفين الوجه التاني زي ما بيقولوا. وفعلا معظم الميتنج زي ما بقول لك انا دايما بقول لهم دو ذا ميتنج، حتى مش تقولوا حاجه، بس هم ما بياخدوش بالهم ان هتيجي في مره تانية بعدها على فكره لا ما احنا لما فاكر في ميتنج كذا فلان قال كذا. اصلا بتاخدي معلومه، بتعرفي حاجه انت ما تعرفيهاش عن شغلك، يعني لان في ديبارتمنت اتكلم قدامك على حاجه انت اصلا يو هاد نو كلو، ما تعرفيش اصلا ان هم ده بيحصل. فهي ات لوكس ان هي حاجه مش مهمه، لان هي ملهاش اجنده، يعني مش الاجنده بتاعتها ان احنا عندنا مشاكل وداخلين نحل. نو انا دايما بقول هو ميتنج نتكلم كده مع بعض، ايه الاخبار، انت كل واحد يقول اخباره ايه في الديبارتمنت، حد عنده حاجه حلوه، حد عنده مشكله. الكلام ده بيخلي الناس تقرب من بعض اكتر، تفهم شغل بعض اكتر، وبتدي كده يعني راحه مع بعض اكتر، ان هو ما يبقاش كل واحد خلاص بقى شايف ان كل واحد في مكتبه وما بيعرفش حاجه عن التاني. شيماء اللي انت بتقوليه ده مهم جدا، لانه احنا statistically world wide الناس بدات تتكلم في حته انه الميتينجز بتهدر والكوست بتاعها عالي، cost of time and cost of money. فاللي انت بتقوليه ده actually دلوقتي رن عندي جرس، انه not all the meetings الاوبجكتيف بتاعها انه عايزه اطلع بحاجه. some of the meetings بتبقى on the level ان احنا يا جماعه انسانيا عايزين نعرف بعض. exactly. وده ياخدني لحاجه مهمه جدا، انه I take بقى اللي انا كنت بقوله باك، انه الميتينجز نقللها. لا احنا ممكن بقى باللي انت بتقوليه ده نزود الميتينج، بس نبقى عاملين اورينتيشن للناس
انه some meetings per month or per whatever معموله for the team to mingle. This is very important. عشان الناس اللي expectations بتاعتها ما تقعدش بقى تقول ما احنا ما طلعناش بحاجه، انا داخل اعمل ايه والكلام. هو حتى احنا جايين كواليتي تايم مره كل اسبوعين، مره كل شهر depending على الورك انفايرمنت بتاعتك. it's very important. يعني انا يعني شفتها لما بتعمليها بايه بتديكي ايه، ولما بتعمليهاش بتديكي ايه. بس تاني انا بشوفها انا كشيماء من فوق، اللي بيخش الميتنج هو مش شايف، لكن انا عشان شفت حاجات كتير ويعني ودخلت في حاجات كتير فلا لقيت ان it's very important. فديفينتلي يعني دي ادفايس. ف يعني to wrap it up we need to work with each other more، حتى لو مش شغل بس ان احنا نبقى في علاقات ما بيننا، بنقعد مع بعض بنتقابل. والحاجه الثانيه for everybody pick your fight. stop fighting for everything. it's not a war. كل واحد عندنا مشاكل، مفيش مكان لا يخلو من المشاكل، بس احنا بقينا بنبيك على حاجات صغيره قوي. خلينا فعلا اتكلم لما فعلا يكون في مشكله، ولما يكون في مشكله ما تروحش ان عندك مشكله، لازم تروح بان انا جاي عايز احل مشكله، مش انا جاي اتخانق عشان انتوا غلطانين. عمرنا ما هنوصل لحاجه. فانت ولا انت هتستفيد ولا انا هستفيد ولا ابنك هيستفيد ولا اي حد. فحته ان احنا نخش دايما طب ايه هنعمل ايه، دي بتفرق جدا في المشاكل وفي الخناقات. بسعة صدر انه تعالوا نشوف في ايه. يعني احنا تو راب اب، احنا اتكلمنا في الحلقه دي على انه البوينتس بتاعت انه education sector is getting more complicated، we highlighted حته انه parents expectations are getting really high. فاكوردنجلي recommendation بتاعت شيماء كانت انه do your homework well. مش كل الفاميليز زي بعض، مش معنى ان انا اصحابي مدخلين ولادهم في المدارس الفلانيه ف that will be good for me or my child. فانا I need to do the homework. انا محتاجه ابقى عارفه مميزات وعيوب كل سيكتور، كل مدرس، كل curriculum، كل مدرس بتعامل معاه. و we are raising awareness هنا يا جماعه انه worldwide the education sector is suffering. ف we need to understand انه مفيش حاجه اسمها ما انا دافعه فلوس فيتصرفوا. احنا بنتكلم في بني ادمين. maybe لما التيتشرز يبقوا روبوتس then it will be easier، وساعتها بقى هتعرفوا انه يعني ايه هو ده اللي موجود. واخر حاجه اتكلمنا عليها الخناقات بقى اللي بتحصل ما بين التيم وبعضه نتيجه انه محدش حاسس بالتاني. وقلنا 3 points، منها البوينت الظريفه قوي الاخرانيه بتاعت we need to sit with each other، we need to talk to each other، ونبقى عارفين كل حد بيعمل ايه. احنا خلصنا الحلقه النهارده. thank you شيماء. thank you.